السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انهيار الذكورة وضياع الأنوثة حين يفقد الإنسان نفسه دون أن يشعر. في هذا العصر ماشي غير الأدوار اللي تبدلات، ولكن حتى المعنى ديال الإنسان تبدل. بقينا كنعيشو في زمن فيه الضجيج كتير، ولكن الحقيقة قليلة. الرجل ولا كيسول شنو خاصني ندير باش نبان قوي، والمرأة ولات كتسول كيفاش نعيش بلا ما نحتاج حتى لحد. ولكن السؤال الحقيقي اللي خاص يتسول هو علاش وصلنا لهاد المرحلة؟ زمان ماشي بعيد بزاف كان الرجل كيتربى على انه يكون سند ماشي سيد، وكانت المرأة كتفهم ان قوتها في تأثيرها ماشي في الصراع. اليوم كل شيء تبدل. الرجل ولا كيهرب من المسؤولية، كيخاف من الالتزام، كيبغي كل شيء ساهل بلا تعب بلا تضحية. ماشي حيت ما عندوش القدرة، ولكن حيت ما تعلمش يصبر، ما تعلمش يقاوم، ما تعلمش يوقف قدام الآلام بلا ما يهرب. والمرأة ولات كتقسى، ماشي لأنها باغا تكون قاسية، ولكن حيت الحياة فرضت عليها تكون الرجل والمرأة في نفس الوقت. كتخدم، كتقاوم، كتحمل، وحتى المشاعر ديالها ولات كتخبيها، حيت أي ضعف كيولي خطر. ومع الوقت كتنسى شكون هي أصلا، وهنا كيبدا الانهيار الحقيقي. ماشي انهيار الذكورة ولا ضياع الأنوثة، ولكن ضياع الهوية الإنسانية كاملة. حيت من اللي الرجل ما كيحسش بالمسؤولية والمرأة ما كتحسش بالأمان، كيولي كل واحد فيهم كيحارب بوحده، وكيولي الحب صراع، والعلاقات ساحة حرب، والقلب كيولي مشروع دفاع ماشي مكان للراحة. الحقيقة اللي قليل اللي كيقولها، ما كاين لا رجال ضعاف ولا نساء قاسيات بطبعهم، كاينين جروح ما تداواتش. رجل صغير تربى بلا احتواء، فكبر وهو كيهرب من اي حاجة فيها التزام. ومرأة صغيرة ما لقاتش الامان، فكبرت وهي كتبني جدار بينها وبين العالم كامل. المشكل ماشي في الرجل وماشي في المرأة، المشكل في الفراغ اللي بيناتهم. فراغ فيه خوف، فيه التجارب الخايبة، فيه الخيبات اللي ما تهضراتش، وفيه القلوب اللي تسدات قبل ما تلقى اللي فهمها. والمؤلم أكثر هو أن بزاف ديال الناس ولات كتفتخر بهاد الحالة. الرجل كيفتخر أنه ما محتاج لتا حد، والمرأة كتفتخر أنها قادرة دير كل شيء بوحدها. ولكن في الحقيقة هاد الشيء ماشي قوة، هاد الشيء غير طريقة راقية باش نخبيو الألم. واش عارف شنو هو التوازن الحقيقي؟ ماشي أن الرجل يسيطر ولا أن المرأة تنافس، ولكن أن كل واحد فيهم يرجع لنفسه الحقيقية. الرجل يكون قوي ولكن حنين، يكون ثابت ولكن يسمع، يكون قائد ولكن ماشي متسلط. والمرأة تكون ناعمة ولكن واعية، تكون حنونة ولكن ماشي ضعيفة، تكون عاطفية ولكن ماشي مكسورة. إلا بقى كل واحد كيجري باش يكون أقوى من الآخر، غادي نربحوا المعركة ولكن نخسروا الإنسانية. وإلا بقينا كنخافوا نكونوا حقيقيين، غادي نعيشوا حياة كاملة بلا ما نعيشوها فعلا. الحل ماشي في أن الرجل يرجع كيف كان ولا المرأة ترجع كي كانت. الحل هو نرجع نكونوا بشر قبل أي حاجة، بقلوب صادقة، بمشاعر حقيقية، وبشجاعة
كافية باش نقولو أنا محتاج وأنا إنسان.